لم تأتي كلمة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام السفير أحمد علي عبد الله صالح في الذكرى 44 لتأسيس المؤتمر لتستحضر تاريخ الحزب فحسب، بل هي قراءة سياسية عميقة للحظة اليمنية الراهنة وتحديد لأولويات المرحلة، وفي مقدمتها استعادة الدولة واستقلال القرار الوطني وتوحيد الصف وإنهاء الانقسام في الصف الجمهوري وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، والتأكيد على كون المؤتمر الشعبي العام جزءاً أصيلاً في المشروع الوطني الجامع. الدولة، القرار الوطني، الوحدة، الشرعية، الاصطفاف، المؤتمر، عناوين رئيسة تلتقي عند هدف واحد وهو اليمن. فقد وضع أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام استعادة الدولة في صدارة الأولويات، لا باعتبارها مجرد استعادة جغرافية، وإنما استعادة لمؤسسات الدولة وقرارها وسيادتها وقدرتها على ممارسة وظائفها. ويصف اللحظة اليمنية بأنها شديدة الخطورة، محذراً من أن استمرار المناكفات والصراعات الجانبية لا يقود إلى الحل، وأن حماية الجمهورية وصون السيادة والوحدة هو الواجب الأول على الجميع، والذي يستدعي بناء قوات مسلحة وأجهزة أمنية ذات عقيدة وطنية يكون ولاؤها لليمن والجمهورية والشرعية الدستورية، لا لأشخاص أو جماعات أو مشاريع ضيقة. وفيما يخص القرار الوطني والسيادة، تنتقل الكلمة من مفهوم الدولة إلى السؤال الأكبر: من يملك القرار اليمني؟ إن السيادة ليست شعاراً يطلق في المناسبات، بل هي جوهر وجود الدولة وكرامة الشعب. ويتجلى في الكلمة معنى استقلال القرار الوطني بعيداً عن الحسابات الخارجية والصراعات الإقليمية والدولية. واحتلت هموم المواطن اليمني الصدارة في مضامين الكلمة التي أصبحت لسان حاله، وربطت وجود الدولة مباشرة بحياة الشعب اليمني ومعاناته بسبب انهيار العملة وتدهور الخدمات وانقطاع المرتبات وتراجع أداء المؤسسات، باعتبارها جزءاً من أزمة أداء الحكومة الشرعية في بعدها عن الوطن والمواطن. ومن هنا جاءت دعوته لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة إلى العودة إلى الداخل ومشاركة المواطنين في معاناتهم اليومية. وبحسب الرؤية الاستراتيجية في كلمة الأخ النائب، فإن جوهر استعادة الدولة يتمثل في استعادة مؤسساتها، وهو ما يتطلب تحالفاً وطنياً عريضاً وجبهة موحدة، جبهة تضم القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية وتتجاوز جراح الماضي وخصوماته، وتضع هدفاً واحداً فوق بقية الحسابات، وهو استعادة الدولة والنظام الجمهوري وإنهاء الانقلاب. وهنا تتجاوز الكلمة توصيف الأزمة إلى دعوة لإعادة ترتيب الأولويات عوض الانكفاء على الخلافات البينية، ليصبح الهدف المشترك هو الدولة والجمهورية. وفي الجانب الوطني، أكدت الكلمة على القيم والثوابت الوطنية المتمثلة في أهداف الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية والحرية والكرامة والسيادة الوطنية، مؤكداً على الحفاظ على الوحدة اليمنية، أعظم المنجزات التاريخية في مسيرة اليمن الحديث، وذلك من خلال بناء دولة عادلة ومؤسسات قوية وشراكة وطنية حقيقية وضمان الحقوق والحريات وإنهاء الظلم والإقصاء. فالوحدة لا تحمى بالشعارات وحدها، وإنما بدولة يشعر فيها اليمني أن الوطن ملك له وأن القانون فوق الجميع. وفي الجانب التنظيمي، أكد الأخ النائب بأن المؤتمر تنظيم ذو جذور وقاعدة شعبية تكمن قوته الحقيقية في وحدته وقواعده وليس في المناصب أو المؤسسات، موجها رسالة هامة لأعضائه بأن يكونوا صوتاً للعقل ومدرسة للاعتدال وجسراً للتقارب وحصناً للجمهورية، وألا يجعلوا خلافة الماضي سجناً للمستقبل. وأكد الأخ النائب في ختام كلمته بأن اليمن هي البوصلة، ولا مساومة على الجمهورية والوحدة والسيادة والحرية والكرامة كثوابت وطنية. وختاما، لم تكن الكلمة مجرد تهنئة عابرة بالمناسبة، بل خطابا يتحدث بلسان حال المواطن، ورؤية ترسم ملامح المرحلة ودور المؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية في النهوض بالوطن ومواجهة التحديات الراهنة
والمستقبلية.